وردت 6 مرات كلمة الزنا في سورة النور، وهذا أمر عجيب. النور والزنا ضلمة ولا نور؟ ضلمة طبعا. الزنا عاوز ظلام. وردت كلمة الزنا في قمة الإعجاز. أول سورة النور قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. بدأ بالزاني. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني ادي الثالثة اهي، لا ينكح إلا زانية أو مشركة ادي الرابعة. والزانية ادي الخامسة، لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. شوف بقى قمة الإعجاز، فيها إعجاز بلاغي وإعجاز علمي. جميل. عند الحديث عن العقوبة الجلد للزاني غير المحصن لم يسبق له الزواج، بدأ بالمرأة. وعند المرأة الزانية يعني. نعم. الزانية والزاني فاجلدوا، ما قالش الزاني والزانية زي السارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. تمام. بدأ بمين؟ بالرجل. إنما هنا في الزنا بدأ بمين؟ بالمرأة. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. عند الحديث عن الزواج قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ولا قصة وسر نزول متعدد سنذكره إن شاء الله. السؤال بقى: لماذا أثناء الحديث عن وأثناء الحديث عن الزواج بدأ بالرجل؟ أولا، الآية التي بدأ فيها بالمرأة تتحدث عن العقوبة، الحد. والحدود في الإسلام زواجر تزجر تمنع، جوابر تجبر صاحبها وتكفر، مكفرات تكفر عنه ذنوبه ليصل إلى الله وليلقى الله وقد عوقب في الدنيا مطهرا، فالحدود تطهير لصاحبه. فعند الحديث عن العقوبة الزاجرة بدأ بالمرأة لأن الزنا مداره على المرأة، فإن ارتدعت ارتدع الرجل. نعم. وأعطيك مثال يبين أن الزنا مداره على المرأة. لو أن المرأة عفيفة لا يستطيع رجل أن يأخذ منها شيء،